فيها الخرجة الأولى للخضر ستكون أمام الطوغو يوم الأحد المقبل على أرضية هذا الميدان. عبد النور كريبازا أول ظهور للعناصر الوطنية بعد رياض محرز ما شفناش كثيرا في هذه المرحلة الأولى، غايب تماما تقريبا رياض محرز. الثنائيات القصيرة يلعبها مع ياسين براهيمي، رفع الراية، رفع السرعة، انطلق ياسين براهيمي، التوزيع والهدف الأول لصالح المنتخب الوطني الذي أراد المرور إلى السرعة القصوى فتمكن من الوصول إلى مبتغاه في الدقيقة 37 عن طريق سفيان هني بعد حركة واحدة وبعد نشاط واحد من اللاعب رياض محرز الذي أراد صنع هذه الكرة، كرة الهدف، فانطلق من منطقة المنتصف باتجاه نتائج المنتخب الوطني في التصفيات وفي المباريات الودية. وصلت الحاصيلة التهديفية المنتخب الوطني إلى 7 أهداف في المباراة الواحدة بعد هذه الكرة الحذرة خطيرة قوية وممتازة والهدف المنتخب الغيني يعدل النتيجة وعن طريق البديل كامارا أبو بكر دومبا يعدل النتيجة في غفلة دفاعية وفي خطأ دفاعي متكرر من جانب المنتخب الوطني الذي قلنا عليه أن يراجع حساباته. في كان سليماني ممكن لعب الوفد الجديد سعدي ممكن دخوله في مكان سليماني. كرة صعبة التوزيع، التدخل من الدفاع والكرة داخل الشباك من العربي إلى السوداني المنقذ، العربي إلى السوداني يحرر هؤلاء الآن بهذه الكرة. هدف حرر حكيم دان ولوكاس الكراز، العربي إلى السوداني مع نهاية موسم لا يريد أن يستسلم، يريد أن يبصم على في كل دور له بألوان المنتخب. فريق المباراة تاع طوغو وفوز مهم من الناحية المعنوية بعد خيبة يعني أمل من كأس أفريقيا الأخيرة. إن شاء الله يعني الفريق الوطني راح يتحسن من الناحية الفردية